يا مساء الفل عليكم، ايه الاخبار؟ النهارده هتكلم عن موضوع يمكن هو العامل المشترك ما بين اغلبنا، هو ازاي اخس وايه النظام اللي اقدر ابدا بيه وليه الناس كلها عندها اراء مختلفه. في الفيديو ده هنعمل رحله سريعه بس عميقه جوه الانظمه الغذائيه كلها اللي موجوده في العالم، نتكلم عن مميزاتها وعيوبها وهنسال السؤال المهم، هو في فعلا نظام غذائي مثالي لكل الناس؟ فخليك بقى معايا لاخر الفيديو عشان خاطر تعرف جواب السؤال ده. هنبدا باول حاجه وهو الصيام المتقطع. اكيد كلنا سمعنا عن الصيام المتقطع، لكن خلينا متفقين ان الصيام المتقطع ده مش نظام اكل، هو نظام لتنظيم وقت الاكل. في فرق شاسع طبعا ما بين الاتنين، اشهر نسخه منه هو ال 16 ساعه وال 8 ساعات. دايما في موضوع الصيام المتقطع ده لما تسمع رقمين، رقم كبير ده بيكون الوقت اللي انت هتصومه، والرقم الصغير ده بيكون الوقت اللي مسموح لك فيه انك انت تاكل. فلما اقول لك 16 و8 فده معناه 16 ساعه صيام و8 ساعات اكل. في ناس بتمشي على طريقه تانية وهي ال 14 وال10، يعني 14 ساعه صيام و10 ساعات هتقدر تاكل فيهم. وواحدة من أعنف الطرق في الصيام المتقطع هي ال20 وال4، 20 ساعة صيام و4 ساعات بس اللي مسموح لك إنك أنت تاكل فيهم. طيب مين بقى بيحدد الطريقة دي؟ دي بتبقى واقفة على عوامل كتيرة جدا، منها اللايف ستايل بتاعك، وهل انت اصلا حد بيقدر على الصيام لفترات طويلة ولا لا؟ عندك امراض مزمنة تمنعك من انك انت تصوم الفترات دي ولا لا برضه؟ فما فيش خالص طريقة امثل، كل واحد مختلف عن التاني. نيجي للسؤال المهم، هو فكرة النظام ده اصلا ايه؟ خلال ساعات الصيام جسمك بينزل الانسولين ويبتدي يستهلك من مخزون الدهون بتاعه. طيب بقى ايه هي مميزات النظام ده؟ اولا بسيط، تاني حاجة ما بيحتاجش حساب سعرات بشكل مبالغ فيه، ثالث حاجة ان هو بيقلل الشهية، رابع واخر حاجة معانا ان هو مناسب لناس كتيرة. تعالى بقى نتكلم على العيوب بتاعته. بص يا سيدي، لو فتحتها ببساطة على البحري في الوقت اللي مسموح لك انك انت تاكل فيه بدون وعي هتتخن، ويبقى احنا كده ما عملناش اي حاجة خالص. تاني حاجة ان هو مش مناسب للناس اللي عندها اصلا اضطرابات في الاكل. تالت حاجة في ناس كتيرة جدا مش بيعجبها النظام ده وبتحس بدوخة وتعب وخمول طول اليوم في اول اسبوعين بس.